وليفي وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم البنات الوصفه تاعنا الرز بالدجاج محمر. تبعوا معايا. الحاجه الاولى اللي حنديرها حندير لا ماريناد ديالي تاع الدجاج. في ريسيبيون نديرو هنا شويه زيت هكا، فنجان هكاك. نديرو شويه راس الحانوت، نديرو شويه هادو بهارات تاع الدجاج محمر، نديرو شويه بزاف، نديرو شويه كمون، ونديرو فلفل اسود، ونزيدو نديرو شويه تاع كركم، شويه برك البنات. نديرو الرند، ونزيدو هنا عندي واحد جامبو، نزيد نديرو، ندير شويه برك تاع الملح باسكو انا درت جامبو بصح الدجاج يحب الملح البنات هكا. هنا البنات نزيدو نديرو طماطم مصبره هكا، نزيدو نديرو هادية ياغورت ناتور ولا هادية ريجيم، وهنا البنات نزيدو هكا مغرف صغيره تاع العسل باش تعطينا هذيك الحموريه اللي تجي من الفوق، تجي بزاف هايله هكا. ونخلطو مليح هاد لي زانكريديون تاعنا بالفوي حتى يمتزج الخليط تاعنا. انا هنا البنات انا راني في الليل حندير هادوكا باش غدوه ان شاء الله، ونحط الدجاج تاعي باش غدوه ان شاء الله خير كي تشرب لنا مليح هذيك لا ماريناد حتجي خير مليح. نحركوه مليح هكا ونخليها، ودوك نحط فيها الدجاج تاعي ونبيتو ليله كامله. البنات انا حطيت الدجاج تاعي باش نمارينيه. هنا البنات زدت له زوج فصوص تاع الثوم كما راكم تشوفوا، ودرت له شويه عكري. نبدا نخلط فيه، ندخل مليح هذيك لا ماريناد تاعي. هكا كما راكم تشوفوا، ونخلوهم يباتوا في هاد لا ماريناد، وغدوه ان شاء الله نطيبوهم مع الرز. لازم ندخلو مليح لا ماريناد تاعنا في الدجاج البنات. راني نهضر بالعقل باسكو راه الليل هكا، ونخلوهم يريحوا حتى الغدوه ان شاء الله. هاوليك الدجاج تاعنا اللي كنا ماريناه البارح في الليل كما قلت لكم. نجي نحطو في ساشيات تاعنا اللي يطيبوا فيهم الدجاج، هادو هما تعرفوهم كامل. نبدا نحط الكيس تاعي هنايا، وتشوفوا البنات كي تبيتوا الدجاج تاعكم في لا ماريناد، تشوفوا حطه يتشرب كاع ديك لا ماريناد ويجي بزاف بنين.
دوك هاكا نخليها هادي هاكا ونزيد ندير ساشي اخرى نحط فيها هادي، نديرو زوج ساشيات. بعد هذيك لاصوص راني حنزيد لها شويه تاع الماء ونحط شويه في الساشي وشويه في الاخرى باش تجينا لاصوص نسقو بها الروز تاعنا. اللي حنديروه بشعيريه وصفه بزاف سهله وتجي بزاف بنينه. نديرو شويه ماء كما راكم تشوفوا، نضيف شويه ماء نحطو معاهم هكا، ندير شويه هنا نزيد شويه بيان سور الدجاج تاعنا حيزيد يطلق الماء تاعو هكايا. نحيب برك ليغون تاعي ومن بعد نجي نغلق ساشيات تاع الدجاج تاعنا بهاد الاخر اللي يجوا مع الساشيات هكا. مزيرهمش بزاف، نخلي لهم لي سباس باش يطيبوا الاز هكايا. ولادي نهار يعيطوا هبلوني بالعياط يلعبوا مع بعضهم ويبداو يصوغوا. دوكا نزيدو نغلقو الساشي تاعنا هكا هايديك هكايا ونحطوها نزيدو هادي ونحطوها. هنا البنات لازم تقبوها تقبه صغيره بايبانغ باش يخرج هذاك الهواء تاعها ونحطها طيب ونعاودو نتلاقاو. البنات انا حنديرو الرز تاعنا بشعيريه كما راكم تشوفوا. عندي كيلو ونص تاع رز بسماتي، كيلو ونص، وعندي كيلو تاع فيرميسال، عندي زبده وعندي جombo وعندي الزيت. هنا البنات كل كيلو تاع الرز قبلها 2 كيلات تاع الماء. هنا البنات حندير 3 كيلات تاع الماء مع كيلو ونص. فهمتوا البنات؟ تبعوا معايا الطريقه. هنا نجيب طنجره تاعي فيها زبده، مغرف كبيره تاع زبده، نزيد لها الزيت، شويه تاع الزيت، كما راكم تشوفوا هكا البنات. وندير هذه شعيريه تاعنا تتقلى، نخليها تقلى مليح حتى كما نقولوا حتى تحمر لنا. هذا الرز يجي بزاف خفيف ويجي بزاف بنين البنات، جربوه ما حش ندموا عليه. تقدموه مع زعما هكايا مرقاتكم بالدجاج ولا ديروه بدجاج محمر مع ديك لاصوص تاعو يجي بزاف بنين. نخلوها تتحمر مليح. هنا الشعيريه تاعنا البنات بعد ما الشعيريه تاعنا تحمرت لنا مليح كما راكم تشوفوا، نروحوا نديروا الرز تاعنا. بسم الله هكا ونحركوه مليح مع الشعيريه تاعنا. ودوك ندير كيما نقولوا نمرقوا الرز تاعنا ب3 كيلات تاع الماء ونقصوا له النار ونخلوه يطيب ابتيف البنات. هنا البنات ما نديرش الملح باسكو انا حندير مكعبات تاع جombo، حندير 2 صافي ما نديرش الملح. هذا واش فيه البنات، ديروا يا الملح يا جombo، هذا ما كان من الاحسن جombo باش يعطيكم بنه البنات. هكا كما راكم تشوفوا ونخلطهم مليح. هاد الجombo حيعطيه بنه هايله البنات. وكان تجربوا هذا الرز ماكوش حتزيدوا تستغناو عليه. دوكا ندير الكيله تاع الماء. هنا الماء راني حندير ماء سخون، قلت لكم ندير 3 كيلات. بسم الله. الكيله الاولى بسم الله، نزيد الكيله الثانيه ونزيد الكيله الثالثه. هاي ديك الكيله الثالثه البنات. هنا البنات الرز تاعنا كي نقصولو حنخلوه يطيب ابتيف، حيطيب لنا على حبه وما نقعدوش نخلطوه فيه باش ما يتعجنلناش. حنغطيوه ونخلوه يطيب بعقلو البنات هكا. نخلوه يشرب كاع هاد لاصوص كيما راكم تشوفوا. نغطي عليه ونقصلو النار ونخليه يطيب بعقلو. نتلاقاو كي يطيب البنات.
بنات الروز تاعنا شوفوا كيفاش جا طايب على حبه كيما راكم تشوفوا فيه. ها نقصت له كاع النار وخليته يطيب بعقله. يجي بزاف بنين وخفيف، يجي هايل البنات، جربوه ما راحش تندموا عليه. دوك نروح نديرو بصحن تقديم مع دجاج محمر تاعي وتشوفوا النتيجه النهائيه. هاوليك البنات الروز تاعي مع الدجاج محمر جا بزاف بنين، شوفوا كيفاش جا. هاي لك النتيجه النهائيه تاعو. هنا البنات عندي هاد لاصوص تاع الدجاج نحطها من الفوق، احد زيد لنا في البنه البنات تجي قراف بنينه. هكا نحط كاع من الفوق. هاد الرز بشعريه سي لا بروميير فوا نجربو وعجبني بزاف، جا بزاف بنين البنات، يعني الوصفه ناجحه 100%. جربوها ماكمش حتندموا عليها. كما راكم تشوفوا نحط كاع لاصوص من الفوق باش ما يجيناش ناشف. هكايا كما راكم تشوفوا البنات نكمل كامل هذيك لاصوص. البنات لحقنا لنهايه الوصفه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد لاغوسيت وتجربوها. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.